هلا يا بربادي. وصل الكلام يا زميلي عشان الكلام يبقى عارف هو رايح فين. ما تيجي ونجيب مليك. طب ما يلا نجيب عبد الله. دي ماري جين فخر العرب بتاعت امريكا، كانت بتحلم بالتمثيل ولكن الواقع خلاها تشتغل في كافيه لحد ما لقت حد بيحترم انها بترجع للبيت الساعه 5 الفجر، فبدات تقدم اولى ادوارها التمثيليه على خشبه المسرح. ده بقى بيتر باركر بيشتغل موصلاتي ديليفري يعني، وكان زميل ماري جين في الدراسه وكان بيحبها لحد ما قرصوا عنكبوت وحولوا للرجل العنكبوت اللي حارب كل الاشرار وانتصر عليهم، ومنهم نورمان اوزبورن ابو هاري اوزبورن واللي مات على ايد سبايدر مان من غير ما هاري يعرف ان ابوه كان شرير، فقرر انه ينتقم من الراجل العنكبوت وفضل يدعي عليه ليل ونهار. فاستجابت دعوته لما سبايدر قرر انه يواجه الرجل العناب المصري اللي هزمه واهانه وغلطه وادانه ورجعه امريكا في قميص نوم، فقرر انه يبعد عن ماري جين عشان ما يكونش سبب نهائي في انه يأذيها. ولكن ماري بتقابله قدام بيته وبتقول له بيتر مش هتيجي تحضر مسرحيتي؟ فقال لها ان شاء الله. بيتر انت وحشتني قوي. فقال لها انشا في ريكو. بيقرر بيتر انه يروح المسرحيه بتاعت فخر العرب، ولكن ما بيلحقش العرض بتاع المسرحيه للاسف لانه كان عنده عرض تاني بيقدمها عصابه كانت بتسرق بنك. ولما بيروح بتبقى المسرحيه خلصت وبيلاقي ماري واقفه لوحدها ولسه هيجري يصالحها، بيلاقيها داخله تبوس صاروخ جوه ارض جته طول بعرض. فبيقول لها عازمه اتنين على المسرحيه وزعلانه ان ما جيتش، ايه بتلعبي جون مشترك؟ بيروح بيتر يحضر حدث علمي مهم في شركه اوسكورب بتاعت هاري ابن نورمان ابن الويس الله يرحمه يعني، وبيكون المسؤول عن الحدث ده هو دكتور اوتو اوكتافيوس، واللي بيحاول انه يحصل على مصدر طاقه جديد عن طريق الدمج الذري. وبتقول له روزي مراته انا خايفه يا اوتو. قال لها ما تقلقيش الكره لسه في ملعبنا واهم حاجه نحقق هدفنا، وبيركب لنفسه شريحه الكترونيه بتمنع ان الدراعات دي تتحكم فيه. فروزي بتقول له اوتو انا خايفه. فقال لها ما تخافيش يا حبيبتي الكره لسه في ملعبنا وكله عشان هدفنا، ولكن تقريبا الشريحه اللي كان مركبها دي كانت بونابون فما فيش شبكه عشان كده ما اشتغلتش. فبيفقد السيطره على الشريحه وعلى نفسه وبيدمر المكان كله وبتقع مراته على الارض بعد ما اتاذت من الانفجار. فبيقول لها اوتو حبيبتي انا عملت كل ده عشان هدفنا. فقالت له هدف رائع ولكن في مرمانه، وقامت مسلمه الروح. بتاخد الاسعاف جثه العالم الجليل اوتو اوكتافيوس وبيطلعوا على المستشفى، وهناك بيحاولوا انهم يقطعوا له دراعاته، ولكن مره واحده بيفوق من اللي هو فيه وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ فقالوا له لا مش عارفين. فقال لهم طب والعمل هو انا فقدت الذاكره ولا ايه؟ انا مش فاكر حاجه. وبتخليه الشريحه اللي في دماغه يعمل افعال غصب عنه زي انها بتخصم من رصيده من غير ما يعرف، وبيشترك في خدمات لوحده، قصدي يقتل الدكاتره كلهم قبل ما يفصلوا دراعاته عنه، وبينزل يخوف الناس في الشارع اللي بيقولوا له هتخوفنا يعني عشان عندك 6 دراعات، برضه ابو جبل هيفضل احسن منك. بيبتدي الناس كلهم في البلد يتكلموا عن اوكتافيوس ابو 6 دراعات ورجلين وبالونتين، وبيقرر دكتور اوكتابوس زي ما اتسمى انه يعيد عمليه الدمج ولكنه محتاج فلوس، فقرر انه يسرقها عادي لان لا حرامه في العلم. بتروح طنط مي مع بيتر للبنك عشان يقدموا على قرض يقدروا يشتروا بيه كحك العيد، وهناك بتقول لبيتر وهم قاعدين سمعت عن دكتور اوكتابوس اللي طايح في المدينه؟ فبيقول لها شفته ده كان استاذي ده وكان طيب وغلبان وكان بيفضل دايما يدينا خطب ومواعظ وكان بيفضل كل شويه ينصحنا ويقول لنا قطر الحياه بيعدي بسرعه سنه في سنه في سنه وانا زي ما انا من لما كان عندي سنه، وكان بيفضل دايما يحكي لنا عن شبابه ويقول وقفة نصية زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بيلاغي الصايع والضايع والجنتلمان. ولكن مره واحده بيلاقوا دكتور اخطبوطه داخل البنك وبيكسر الخزنه وبيسرق الفلوس وبيقول فبتقول طنط مي لبيتر هو ده الهادي اللي كلامه مفهوم، ولكنها ما بتلاقيش بيتر جنبها وبتلاقيه بيجري على الحمام يفك زنقته قبل ما يحارب الوحش. وبيطلع سبايدر مان يحارب الوحش ويزعق له ويقول له جرايه يا جماعه ايه قله الادب دي؟ هو كل يومين يطلع وحش جديد يسوق فيها ويضربني مع ان الفيلم بتاعنا هو لا حقيقه في الفيلم ده ولا ايه؟ وبيجي يضرب عليه الشبكه بتاعته فبيلاقيها فاصله، فاوكتوبوس بيقول له تلاقيك بونابون، فعلى طول مفيش شبكه. فسبايدر مان رد عليه بالفرنساوي وقال له وي وانت كمان برضه بونابون؟ فاوتو قال له فسبايدر قال له عشان كده القوه بين ايديك. بتبدا الحرب ما بين اوكتوبوس وسبايدر، وبيرقد اوكتوبوس الرجل العنكبوت على بطنه وبيخطف عمته وبيخطف منه الانظار لما بيعلقه من رجليه وايديه وبيخليه يلف حواليه، بس طنط ماري بتهته وبتضربه بالعصايه على وشه فبيخاف منها وبيهرب وبينقذها سبايدر مان وبيقول لها عاش يا ست فعلا ما تهته الا سته. بيروح بيتر يصور حفله تنكريه الناس فيها كلهم جايبين شعرهم على جنب، وهناك بيلاقي ماري جين حبيبته نازله على السلم وشابكه ايدها في صاروخ جوه ارض طول بعرض، ونازلين على السلم يتمشوا على قلبه اللي كسروه، وبيتقدم لها قدام الناس كلها جون الصاروخ واللي بيبقى شغال رائد فضاء وطلع على القمر قبل كده، وبتوافق ماري وبيطلع بيتر بره ويقول لها هاي انا اسف عشان ما جيتش مسرحيتك. فبتقول له مش مهم جون حبيبي حضرها خلاص. قال لها وعد هاخدك وافسحك. قالت له مش مهم جون حبيبي يفسحني خلاص. قال لها طب ينفع اعزمك على مشروب ونتكلم واحكي لك انا ليه مختفي؟ فقالت له مش مهم جون حبيبي شربني خلاص. ماري انا بحبك قوي ونفسي اتقدم لك والله بس زي ما انت شايفه لا معايا مال ولا انا شغال. فبتقول له مش مهم جون حبيبي تقدم لي خلاص. فقال لها يعني جون حضر المسرحيه وبيفسحك وبيشربك وهيتجوزك؟
اتجوزك؟ طبعا اذنك انا بقى. فقالت له رايح فين؟ فقال لها انا كمان رايح لجون. بيقرر بيتر انه يرمي شخصيه ولبس سبايدر مان في الزباله بعد اللي حصل ويركز ويفوق لحياته شويه، لا مؤاخذه، وبيحضر محاضراته كلها ويركز فيها، وبيروح اخيرا يحضر المسرحيه بتاعت ماري، وبعد العرض بيطلب منها تسيب خطيبها ده وتحبه هو. فقالت له بيتر بعيدا عن اللي انت بتقوله ده مش منطقي، خصوصا انك كرفتني مره، بس قول لي انت فيك ايه تحب؟ قال لها يا سلام، طب ما تبصي في المرايه كده انت كمان وتقولي لي راضيه عن شكلك. فقالت له ماله شكلي؟ فقال لها زي القمر. فقالت له بيتر انت لازم تتقبل ان انا هتجوز خلاص، ده امر واقع. فبيقول لها ربنا يوفقك في حياتك الجديده، انا افرح لك من قلبي واتمنى اشوفك سعيده على طول. فقالت له الله يخليك، وانت هتعمل ايه بقى؟ فقال لها انا ارقص في فرحكم. بيطلع دكتور اوتو على بيت هاري اللي بيكون مكتئب وبقاله اسبوع ما حلقش دقنه، فبقت كثيفه زي ما انتم شايفين كده، وبيقول له اوتو اديني التيتانيوم المشع عشان اكمل تجربتي والا هكسر لك عظمه. فهاري قال له اوريدي بروكن. فقال له طب اديني التيتانيوم واسيبك تعيش. فقال له ايه معنى الحياه لو كنت وحيد؟ فقال له اديني التيتانيوم واسيبك تعيش واجيب لك ماري جين تتجوزها. فقال له خد حسنتك يا بيه، احنا ما بنشحتش، انا عايز سبايدر مان اللي قتل ابويا. فقال له اديني التيتانيوم واسيبك تعيش واجيب لك ماري جين تتجوزها والرجل العنكبوت يرقص في فرح. فهاري قال له حلاوتك يابا. فاوتو قال له حلاوه امك. بتروح ماري تقابل بيتر تاني وتقول له بيتر انا شكلي اتسرعت في كلامي وموافقه احبك وانا وانت نرتبط، ابسط يا عم. فقال لها للاسف يا ماري انا كمان شكلي اتسرعت وللاسف مش هقدر لا اله الا الله، قلبي مش جايبني اقول للقمر دي الكلام ده، انا طاهر اللي مش قادر مش هو، ومش هقدر ارتبط بيكي. ليلى بكى فيها القمر، ولكن ماري تسكت، لا تطلب من بيتر انها تبوسه. حصل، وقالت له بص يا بيتر انت عارف يعني ان في الجزئين دول بوست فلاش وهاري وسبايدر مان وانت وجون والمخرج والمؤلف و7 اخرين، ومحتاجه ابوسك عشان اتاكد ان انت سبايدر مان الحقيقي فعلا. فقال لها هو مفيش حاجه غير البوس يعني اللي هتثبت؟ فقالت له لا في. فقال لها ايه؟ فقالت له بص العصفوره، ولسه ماري بتقول ايه ده في عصفوره فعلا، وبتتقلب الدنيا وبيدخل عليهم الرجل الاخطبوط. فبيتر بيقول له عايز ايه؟ فكابتن دهنا بيقول له طلبتوا لي حاجه ولا لسه هطلب؟ ولكنه بيغير رايه وما بيشوف ماري وبيقول انا هاخد انا حته الجاتو دي، وبيبلغ بيتر يبلغ سبايدر مان انه عايز يقابله الساعه 3 عند البرج، لان هاري قال له ان بيتر باركر هو المصور الخاص بتاع سبايدر مان، وبياخد دهنا ماري وبيقوم جاري. وبيفكر بيتر في حل المصيبه اللي حصلت له دي، وما بيلاقيش غير حل واحد في الاخر، عوده الرجل العنكبوت. بتبدأ الحرب تاني بين الرجل العنكبوت وبين دكتور دهنا، واللي بينتصر فيها دهنا على ابو العناكب، وبياخدوا لهاري صاحبه وبياخد قدامه التيتانيوم اللي هيكمل بيه التجربه بتاعته. وقبل ما هاري يقتل العنكبوت بيقرر انه يكشف وشه الاول ويشيل القناع عنه، واول ما بيشوفه بيتخض وبيقول ايه ده بيتر ابن جيرتي؟ فبيتر بيقول له هاري ابن حتتي، وبيقول له هاري انت قتلت ابويا يا بيتر. فبيتر قال له ابوك هو اللي هفق يا اسطى مش ازمتي، وبيطلب منه بيتر انه يسيبه يروح ينقذ ماري جين وينقذ نيويورك كلها من التجربه اللي ابو دهنا هيعملها عشان يضخم قوته. فهاري بيقول له عايز نسيبك بعد ما قتلت ابويا عشان تنقذ ماري؟ فبيتر بيساله ماري ولا ابوك يا هاري؟ فهاري قال له ماري طبعا، وبيقوم هاري طالب له اوبر على حسابه. بيطلع الرجل العنكبوت على مكان الحدث وبينقذ ماري وبيعلم على الواد اخطبوطه وبيقوم مكهربه ومرجعه لوعيه. وبيفوق اوتو من تأثير الشريحة وبيقول له سبايدر مان يا دكتور أرجوك قول لي الحل عشان نوقف المفاعل ده عشان قرب يدمر المدينة كلها. فقال له مش هقول لك يا سبايدر عشان أنا حالف. فبيقلع سبايدر القناع وبيقول للدكتور أنا بيتر مش سبايدر. فبيقوم الدكتور قال له الحل إنك ترميه في النهر، وبيقوم قايل له عنك أنت، وقايم بنفسه شايل المفاعل ونازل بيه النهر ومضحي بحياته من أجل إنقاذ المدينة. طيب قوي يا عمو دهنا. وبيبص بيتر لماري بيلاقيها بصاله بعد لما عرفت شخصيته الحقيقية، وبتقول له يا ابني الإيه يا بيتر عشان كده سبتني وقلت لي علاقتنا مش نافعة، طلعت بتاع حيوانات في الآخر. وبيعترف لها بيتر بحبه. فبتقول له انا كمان بحبك والله. فبيقول لها بيتر ولكن مش هيقدر يرتبط بيها. فبتقول له لا انت كده عندك مشاكل بقى حلها وقول لي. وبيروح لها جون حبيبها وبيحضنها وبيقول لها انت كويسه؟ معلش اتاخرت عليكي كان عندي رحله للقمر. وبيشوفهم بيتر من بعيد فبيعيط وبيقول يا جون يا بختك بتزور قمرين. وبيجي يوم فرح ماري على جون اللي بيفضل واقف مستنيها ولكنها ما بتروحش الفرح، وبتبعت له ورقه اول ما بتفتحها بتلاقي مكتوب فيها مبروك يا جون كسبت تعاطف الناس. وبتطلع اللي قادره على التحدي والمواجهه جري على بيتر وبتقول له واخيرا بيتلم شمل العرايس وبيقرروا انهم هيحبوا بعض خلاص. ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.